ايوه، اللي شفته في عنوان الفيديو ده مظبوط. العلماء اكتشفوا اكتشاف حرفيا معجزه، تقريبا لقوا الحل اللي هيخليك تقاوم الشيخوخه مدى الحياة، طريقة مش هتخليك تعجز ولا أي خلية في جسمك تكبر في السن. يعني من الآخر العلماء اكتشفوا حاجة هتخليك خالد، مش خالد هتغير اسمك، لأ هتفضل عايش على طول يعني. واللي اكتشف كده تحديدا علماء عالم البحار. والمعلوماتك مع كل التطور العلمي اللي وصلنا له دلوقتي ده، في الإنسان اكتشف 5% بس من أسرار البحار. والاكتشاف اللي اكتشفوه المرة دي بقى هو موضوع الفيديو كله. يا ترى بقى اكتشفوا ايه؟ تعال اقولك. عمرك سمعت عن اي كائن يقدر يخضع الموت ويعيش للابد؟ اكيد لا. احب اقولك انك غلطان، في كائن كده فعلا وانت عارفه كويس كمان، والكائن ده هو قنديل البحر. العلماء اثناء دراستهم لدورة حياة القنديل اكتشفوا حاجة مهمة، ان القنديل لو محدش اصطاده او مفيش كائن اكله، القنديل مش بيموت. الحقيقة هو مش بيموت حرفيا، هو بيعمل ريستارت. ايوه، زي ما بتعمل للراوتر بتاع النت كده. وعشان تفهم اكتر في حاجة لازم اشرحها لك الاول. قنديل البحر بيبدأ حياته دودة، والدودة بتفضل تعوم مع التيار لحد ما توصل لمكان ينفع تكبر فيه. ولما بتستقر في مكان بتعمل مستعمرة دود، والمستعمرة دي كلها بتكبر مع بعض وبتطلع جيش اناديل. لحد هنا كل ده عادي ولسه ما وصلناش لحاجة غريبة، بس انت كعادتك مستعجل فتقل وهتاخد التقيل. بعد ما القنديل بيعدي المرحلة دي ويبقى قنديل كبير، لما بيتعرض لضرر جسدي او يفضل لفترة كبيرة مش لاقي اكل، تفتكر بيعمل ايه؟ هيجي في دماغك حل من اتنين، يا بيخزن اكل او بيجدد الاجزاء التالفة. ايوه، زي نجم البحر. والحقيقة لا، هو لا بيعمل ده ولا بيعمل ده، بيعمل حاجة تالتة خالص. القنديل بيعرف يحول نفسه لدودة صغيرة تاني، والدودة دي بتفضل تعوم مع التيار بدون ما تستهلك اي طاقة لحد ما يستقر في مكان مناسب ويعمل نفس الكلام. بيقوم عامل مستعمرة برضه ويطلع منها جيش اناديل هو كان بدايته. يعني مش بس عمل ريستارت لحياته، ده طلع جيل جديد، وبيفضل على الحال ده طول ما هو عايش، طول ما محدش اصطاده ولا كائن اكله. يعني لو محدش عمل له اي حاجه هيفضل عايش على طول. طب حلو، ده ايه دخله بيا كانسان بقى؟ برضه بتستعجل. سؤال جميل، تعال اقولك. انا وانت عارفين ان العلماء مش بيسيبوا اي حاجه غير وبيجربوها او بيلعبوا فيها، ولما الحاجه دي بتنجح بيعلنوا ان هي نجحت. بس انت متعرفش في كام تجربة اتعملت عن كام حاجة واتضرر بسببها ناس ومحدش يعرف عنهم حاجة. وبالمناسبة الناس اللي بتتضرر دي الناس اللي بتعمل عليها التجربة، ودي حاجة ممكن نبقى نعمل عنها فيديو بعد كده. لو تحب تشوف حاجة زي دي قول لي في الكومنتات. ولطبيعة بقى الانسان عموما اللي هم الفضول وحب التجربة، اللي هم تقريبا اول حاجتين بتعملهم في حياتك. اول ما بتتولد بتلاقي البيبي بيدعبس في كل حاجة وبيحط اي حاجة في بقه، بس هو مش فاهم، هو فاهم ان ده بياكله فعايز يشوف ده بيتاكل ولا لا، على حسب معلوماتك انت ساعتها وانت بيبي. فبرضه لما بتكبر، لما بتعرف معلومة عن حاجة بتحب تستخدمها بالطريقة اللي تنفعك برضه. وده يخلينا نفكر في حاجة مهمة جدا. الانسان دلوقتي وصل لمرحلة ممكن يستنسخ صفاتك انت الشخصية ويطلع منك طفل شبهك من غير ما تبقى انت ابوه. حتى في دكاترة دلوقتي اوقات بيسألوا الامهات عايزة البيبي عامل ازاي، وبكلمك بجد، عينيه ملونة، شعره سايح، لون شعر معين. بس لون شعر موجود يعني في البني ادمين طبيعي، مش هيطلعوا شعر ازرق، مش كتكوت هو. وعارف ان ده حرام، بس ما قلتلكش ان ده بيحصل عندنا كعرب، انا بقول لك حاجه بتحصل عموما، وما اعرفش ممكن تكون بتتعمل عندنا، انا ما كنتش حامل قبل كده. المهم، زي ما يقدروا يزرعوا جينات زي العيون الملونه، شعر ملون، حاجات معينه في الملامح. طب ما كده ممكن يجيبوا قنديل البحر وياخدوا منه الجين اللي مسؤول ان هو بيعمل ريستارت ده، وبكده هتجدد الخلايا بتاعتك، واي حاجه تبوظ جواك من اجهزه جسمك هتعرف تجددها تاني. وده السبب ان انت بتموت اساسا، ان انت جسمك بيبدا يعجز من جوه فبتموت خلاص. انت حاجات جوه بتعجز فانت بتعجز من بره، لكن لو لحقتها من جوه قبل ما يحصل لها حاجه، ما انت هتفضل شباب بره. وبكده طول ما انت ما حصلكش اي حوادث او اي حاجه تاذيك فانت هتفضل عايش. تفتكر بقى في يوم من الايام هيقدروا فعلا يوصلوا للمرحله دي؟ عقبال بقى ما تحضر لي اجابتك، ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات وتسيب لي رايك تحت في الكومنتات. وبس يا زميلي، سلام.